السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا هعمل معاكم الميني بيتزا. انا عارفه ان هي حاجه سهله، بس ايه ان يعني انا كنت في محل ورحت شفتها لقيتها سعرها 130 جنيه، فاستغربت. يعني قلت ليه 130 جنيه؟ ده في الفرن ب 60 وب 70. طبعا بنتي كانت شبطت فيها وانا قلت لها انا هعملك زيها بالظبط باقل حاجه عندنا في البيت، وهتبقى احلى منها كمان. طبعا انا مش عايزه اقول لكم العجينه طريه ازاي. يعني انا بعمل عجينه البيتزا. عجينه البيتزا دي من اسهل العجاين اللي انت ممكن تعمليها. فطبعا هي سعرها كان غالي جدا في المحل، مجرد ان هم حاطين من فوقيها توبنج سوسيس ولحمه مفرومه والكلام ده، فكان سعرها اعلى من بتاعه الافران. بصوا انا عاملاها وحاطه عليها الحاجات اللي كانت عندي في البيت، ما اشتريتلهاش اي حاجه. جبت كيلو دقيق، جميع الاستخدامات. انا بعمل عجينه البيتزا بابسط حاجه وابسط طريقه. وممكن الاضافه يعني في اضافات ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش لو هي مش موجوده اصلا. هنحط خميره، هي اساسها اصلا ميه وخميره وسكر وملح. بس لو في حاجات لو موجودة عندك وحطيتيها بتديها تست أعلى وطعم أحسن. أحسن مما تكون مش معمولة بالمية بس. فأنا جبت بقى كيس خميرة ومعلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح كبيرة. وأول مرة أحط على عجينة البيتزا فانيليا. حطيت كيس فانيليا. الفانيليا بصراحة طعمها خطير مع العجينة الحادقة. وبعد كده كان عندي معلقتين لبن بودرة رحت حطيتهم. وكان في معلقتين زبادي كده محطوطين في التلاجة بمطرح تتبيله، قلت لا وليه ما احطهمش؟ طبعا رحت حطيتهم مش هيخسر. وجبت ميه دافيه وعجنت بيها العجينه. طبعا الزبادي بيدي طراوه لاي عجينه، بس لو مش موجوده ما تحطهاش، مش هتفرق قوي. بس هي الجديد بقى ان انا اول مره اجرب الفانيليا وكانت جميله جدا. جربوا الفانيليا يا جماعه على العجينه الحادقه. وثلاث معالق زيت. طبعا الزيت ده في الاخر بعد ما عجنا العجينه خالص بحطه، بلم بيه ايه زي ما اكون بلم العجينه، والعجينه لازم تبقى ملزقه. طبعا دي انا كنت عملت منها بيتزا كبيره، وكان فاض بقى دي كنت حطاها في التلاجة، سبتها لما تريح شويه كده وتبرد من سقعه التلاجة. ورحت قطعتها بالكوبايه. الطريقه دي شفتها على الانستجرام وعجبتني جدا. حلوه قوي، بتنجز وبتكور العجينه جوه الكوبايه كده وسريعه. بصوا، يعني بتلف العجينه. طبعا انت بتلفيها بايدك تاني. بس وسبتهم بس ايه يريحوا شويه كده اهوت. وجيت عملت صوص بيتزا، ما كانش عندي الصوص طبعا الجاهز. رحت جبت معلقتين صلصه كبار وحبه كاتشب كانوا في الازازه، ورحت فضيتهم. وحبه يعني حبه طرف المعلقه كده توم بودره وبصل بودره. ولو عندك زعتر، طبعا الزعتر اساس البيتزا. وحطيت شوية زعتر وعملت الصوص من فوق. ولو ما عندكيش الكلام ده كله اعمليه بالصلصة العادية بتبقى طعمها جميل، او بمعلقة كاتشب حطيه على وش العجينة وبرضه بتبقى حلوة. جبت القالب اللي هعجن فيه وحطيت فيه معلقة زيت عشان ما يلزقش. طبعا انا حبيت احط سمسم في جزء وجزء لا. فجبت حبة لبن وسمسم زي ما انتم شايفين. وبغطس العجينة في اللبن وبعد كده بحطها في السمسم. وعملنا حفرة بالكوباية كده عشان تشيل ايه الحشو. طبعا السمسم مع البيتزا بصراحة يعني مش حلو قوي، بس انا شفتها كان فيها سمسم فحبيت اجرب. كان عندي حبة فراخ فايضين، حطيتهم بقى وزيتون وفلفل يعني والحاجة التوبنج اللي من فوق المتوفر عندك، يعني مش هتنزلي تشتري اي حاجة. الجبنة دي هايلة جدا، يونيفرسال دي احلى جبنة تستخدميها في البيتزا، بتمط وجميلة. ونحط بقى ايه شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، طبعا بأقل التكاليف اهي، ما عملناش حاجة ولا يعني ما عملناش اي حاجة، كل ده في البيت. وعملنا جزء تاني مش بالفراخ. لو عندك ببروني، عندك سلامي، عندك اي حاجة تانية، عندك شوية لحمة معصجاهم وسايباهم في التلاجة. وعملنا برضو الحفرة دي الغويطة. هي دي كانت مشكلتنا احنا في البيتزا اللي في المحل، ان هي كانت شكلها مختلف عن بيتزا الافران. يعني حاولنا نعملها حافة كده اهوت عشان تلم العجينة كلها من جوه. وهنكرر نفس الحكايه برضه، هنحط التوبنج بتاعها من فوق. هنحط الاول الصلصه وبعد كده بقى هنحط جبنه موتزاريلا، عشان احنا هنا هنحط بقى البيبروني دوت. انا بشتريه من محلات في كيس كده هو زي ما انتم شايفين، حبيت اوريه لكم. مش من السوبر ماركت، في محل مستلزمات حلويات ولحوم والحاجات دي. بس وحطينا عليه زيتون ودخلناه الفرن، وده كان شكلها في النهايه. يا رب تعجبكم وتجربوها. اشوفكم على خير.